يعني على أكثر من مرحلة سوف تتم، كما قال وزير الحربية أنه يعني ذهبنا في المرحلة الأولى لتصفية مثلا القطاعات البحرية، ومن ثم الدفاعات الجوية، ومن ثم البنية التحتية العسكرية للنظام، ومن ثم إضعاف النظام. يعني العملية سوف تستغرق يعني كما قيل يعني من 4 ل5 أسابيع وممكن أكثر، فزمنيا 13 يوم يعني مو كثير. اقتصاديا كثير، لأنه طبعا إيران تستهدف القدرات خلينا نقول النفط والاقتصادية للمنطقة، تهدد المضيق، حتى تهدد في تلغيم المضيق. حاربت جميع دول المنطقة، ضربت اقتصادات المنطقة كاملة. حتى اليوم سمعنا أنه في ناقلتين نفط في العراق تم ضربهم أيضا. فالتأثير على الاقتصاد العالمي هي تلعب عليه إيران في هذا المحور، حتى ترفع سعر الطاقة كما لاحظنا ارتفعت في أوروبا وارتفعت في الولايات المتحدة، لتشكيل نوع من الضغط الاقتصادي والسياسي على الإدارة الأمريكية، حتى أن الإدارة الأمريكية تخفف عليها. لا، لن تكون حرب طويلة المدى، لأنه الحروب الحالية يعني هي حروب اقتصادية أكثر منها عسكرية. احنا ذهبنا بطريقة حرب عسكرية كون إيران يعني لم تجلس على طاولة المفاوضات. وطبعا شروط الولايات المتحدة بالنسبة للشرق الأوسط والاقتصاد الذي ترسمه بالشرق الأوسط لا يمكن أن يوجد فيه أذرع إيرانية ولا طاقة ذرية إيرانية ولا صواريخ باليستية. فهذا اللي أدى إلى الحرب. ولكن النموذج العسكري الأمريكي من خلال الحرب العالمية الثانية لليوم كان في تجربتين سيئات وتجربتين جيدات. التجربتين السيئات اللي هي الحرب العراقية والحرب الأفغانية، تجربتين جيدات هي كانت الحرب اليابانية والحرب الألمانية. هذا لاحظنا أن الاقتصاد الياباني والألماني انتعش بعد الحرب، لأن الولايات المتحدة كان عندها تصور اقتصادي. هذا ما تنظر إلى الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وتريد إيران أن تكون يعني عضو فيه. الولايات المتحدة ليست ضد الشعب الإيراني، وليست في منظور تقسيم إيران الأرض والجغرافية الإيرانية، ولكن هي ضد الفكر الإيراني الموجود حاليا. هو فكر توسعي، فكر ثوروي، فكر ديني، فكر معادي للمنطقة، وفكر معادي للولايات المتحدة. الجميع كان يظن أنه هي فقط معادية للولايات المتحدة، ولكن نظرنا الآن وشفنا يعني في طريقة الحرب بدأت إيران في استهداف اقتصادات جميع المنطقة. إيران ضربت 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، ولكن ضربت دول الخليج ب 600 صاروخ باليستي. ضربت على إسرائيل 400 طائرة مسيرة، ولكن ضربت دول الخليج ب 2500 طائرة مسيرة. فواضح جدا أن إيران تستهدف الاقتصاد في المنطقة وتعادي جميع دول المنطقة. طيب إذا لاحظنا اليوم في مجلس الأمن آه، كان في قرار جديد، ولاحظنا أنه كان بالإجماع، وحتى الصين وحتى روسيا لم تعارض ولم تستخدم حق النقد الفيتو، دليل أنه الجميع العالم بدأت مشكلة إيران تتحول إلى قضية عالمية، لأنه استهدفت الاقتصاد، استهدفت النفط. في النهاية إذا أردنا أن ننظر إلى الصين، 90% من اقتصاد الصين الذي يعتمد على البترول يعتمد على بترول منطقة الخليج، سواء كان العراق، دول الخليج، أو إيران. فالضرر ممكن يلحق الصين. الاتحاد الأوروبي عندما يرتفع سعر الدولار، سعر النفط على الدولار 150 تقريبا، ينهار الاتحاد الأوروبي بعد تقريبا شهرين أو 3 أشهر. فعملية تعويم المشكلة من الطرف الإيراني، كونه هو يلعب في يعني الوقت الضائع، يعرف أن الهزيمة حاصرة ولكن هي على مدار الوقت، بدأ يضرب باقتصاد العالم. لا يوجد هناك حجة أنه إسرائيل بعيدة، أو إيران لا تستطيع ضربها وتضرب أصدقاء وتضرب دول جارة لم تعاديها. فإذا عادت دول الخليج أو حاربت إيران، لها الحق إيران أن ترد، ولكن أن تضرب دول الخليج بهذه الطريقة، والدول الخليج لم تعادي إيران، بالإضافة هي توسعت وضربت الأردن وضربت أذربيجان وضربت تركيا، ولكن كان لها أهداف. إيران ضربت تركيا حتى تحاول أن تفعل آرتيكل 5 بحلف الناتو، وتضطر حلف الناتو أن يدخل المعركة. حاولت تضرب أذربيجان حتى تجر أذربيجان إلى الحرب، وتحاول على أن تضغط على أنابيب الطاقة التي تذهب من أذربيجان إلى أوروبا. هي ليست في مصلحتها، هي تلعب في الوقت الضائع. هي تعلم أنها انهزمت، ولكن تريد أن تخلق من مشكلة متعلقة في إيران، تريد أن تخلق مشكلة دولية.
حتى تظن أنه بالضغط الدولي على الولايات المتحدة ممكن أن يخف الضغط عنها. ولكن هذا الكلام أجى بطريقة معاكسة. لماذا؟ لأنه واضح أنه التحالف الدولي بدأ يتماسك ويذهب مع الولايات المتحدة. إذا لاحظنا فرنسا أرسلت 10 فرقاطات وأرسلت حاملة الطائرات شارل دي جول. بريطانيا كانت تقول لا نريد أن لأمريكا أن تستخدم القواعد، الآن سمحت باستخدام القواعد وأرسلت قوات إلى منطقة الخليج للدفاع عن الخليج. فيعني اللي راهنت عليه إيران كان رهان خاسر وانقلب على رأسها. هلا شوف، هي طبيعي المشكله الموجوده مع ايران هي من ايام تاسيس الدوله الايرانيه من 47 سنه. اول ايام تاسيس الثوره الايرانيه هي اخذت منظور العداء للولايات المتحده. حتى هي هاجمت السفاره الامريكيه اذا تتذكر، واعتقلت يعني كثير من الناس اللي هم كانوا يعني امريكان، كانوا في ما بين فتره الشاه وما بين فتره استلام النظام الايراني. فهي اخذت على عاتقها عداء الامريكان. الامريكان تعاملوا مع ايران على فتره طويله من الزمن، وحاولوا يتواصلوا معها وحاولوا يعملوا اتفاقيات معها، ولكن ايران لم تستوعب انه لن تكون عضو في النادي النووي. حتى الصين وحتى روسيا لن ترغب في دولة نووية جديدة. فيعني ممكن هم في نوع من الصداقات التجارية ما بينهم، ممكن المساعدات العسكرية، وليست اتفاقيات دفاع عسكري، وليست اتفاقيات أن تصبح إيران دولة نووية. فأصرت إيران على هذا الموضوع، أصرت إيران على الصواريخ البالستية حتى تهاجم الولايات المتحدة وإسرائيل، أصرت على تصدير الثورة الإيرانية، وأغرقت العراق وأغرقت سوريا ولبنان وفلسطين واليمن. هذا الكلام لا تريد الولايات المتحدة. فذهبنا بعد فترة 47 سنة إلى النتيجة الحتمية اللي هي الحرب. لا، هذا الكلام أنا يعني أنا ضد الكونسبيرسي ثيوري، هاي المتداولة في العالم العربي. في العصر الحديث سيدي الكريم لا يوجد احتلال عسكري، انتهى. العصر الحديث اقتصاد، اقتصاد. فعملية أنه الناس تقول أنه سوف يكون هناك تقسيم سياسي في الشرق الأوسط، هذا غير سليم. الناس تقول أنه إسرائيل تطمع أن تستولي على الشرق الأوسط وتحقق إسرائيل الكبرى، هذا الكلام غير سليم. إسرائيل لا يوجد لديها 100 مليون نسمة حتى تحتل هذه الرقعة الجغرافية وتسيطر عليها. ولكن مستقبل الشرق الأوسط مستقبل اقتصادي. لماذا؟ لأن بريطانيا وفرنسا بعد الاحتلالات، بعد الحرب العالمية الثانية، قاموا بتقسيم المنطقة تقسيم سيء. وهذا التقسيم حاليا تعاني منه كثير من الطوائف، مثلا الشعب الكردي، الشعب الفلسطيني لم يأخذوا دول. كثير من الدول فقيرة، كثير من الدول غنية، دول فيها تعداد سكاني كبير، دول فيها تعداد سكاني صغير. المنطقة لا يمكن جمعها على طاولة واحدة إلا من منظور اقتصادي. فإذا لاحظنا في بداية في حكم الرئيس ترامب في المرحلة الأولى حضر بالاتفاقيات الإبراهيمية، ومن ثم الآن في المرحلة الثانية أحضر جارد كوشنر مرة ثانية وأضاف بند جديد في الاتفاقيات الإبراهيمية، أن يكون خصوصية لكل دولة باتفاقية مختلفة. ثم أسس مجلس السلام الذي أسسوا بناء على حل قضية غزة، وقال سوف نستخدمه أيضا في مشروع الشرق الأوسط الاقتصادي. فعملية الفهم الخاطئ بالنسبة للحرب الإيرانية يعني الف الفوضى، يعني إحنا نعلم القدرة العسكرية الموجودة عند الولايات المتحدة. الولايات المتحدة حاليًا دمّرت القدرات العسكرية الموجودة. سوف يبقى هناك صواريخ، لماذا؟ لأنه نظام إيران نظام ثوروي، ولكن سوف تتوقف الحرب عندما يتوقف إطلاق آخر صاروخ. النظم الدينية الثوروية سوف تعمل بطريقة عاطفية، فحتى لو تدمرت الدولة وبقي صاروخ بيد إنسان ممكن يضربه. ولكن الولايات المتحدة لماذا حاليا لا تنهي الملف غدا؟ لأنه إذا أرادت الولايات المتحدة أن تصنع نموذج ألمانيا اللي هو النموذج الاقتصادي، لا تريد أن تدمر كل مقومات الدولة. الولايات المتحدة لا تريد أن تدمر شبكات الكهرباء والمياه والمجاري والصرف الصحي، لأنها تريد أن تبني مع نظام جديد، مع حكومة جديدة، مع الشعب الإيراني دولة جديدة. ولكن إذا الولايات المتحدة تريد أن تذهب بهذا الاتجاه تستطيع أن تذهب وتنهي المشكلة غدا. هذا الملف غير جيد. لماذا؟ لأنه سوف يخلق فوضى. هلا الولايات المتحدة أقدر على التحمل، والخليج أقدر على التحمل. يعني نعم في ضرر،
ولكن قدرة على التحمل ليس كإيران. إيران عندها تضخم 75%، إيران عندها سعر الصرف تقريبا يعني 1.5 مليون على الدولار. إيران حاليا إذا وجود الجيش الأمريكي في منطقة الخليج بدون حرب سوف ينهي الاقتصاد الإيراني، لأنه 90% معتمد على النفط. كيف سوف تخرج النفط إيران للصين والجيوش الولايات المتحدة موجودة؟ فيعني إذا لم تنهار إيران عسكريا تنهار اقتصاديا. فحتى اليوم يعني تم ضرب بعض البنوك اللي هي مخصصة لإعطاء الرواتب لقوات الحرس الثوري والبسيج. فلا يوجد جيش في الكرة الأرضية يقبل أن يذهب ويحارب بدون ما يأخذ راتبه. الاتحاد السوفيتي لم ينهار عسكريا، انهار اقتصاديا. فيعني الموضوع مسألة وقت، ولكن يعني هو شدة النظام اللي هو يضرب بيد من حديد على الشعب الذي لا يستطيع حاليا أن يخرج، كونه لا يوجد لديه الغطاء الكافي من القوى العظمى أو من الولايات المتحدة. ولكن أنا أؤكد لك عندما الموضوع يأتي بهذا الظرف المناسب سوف تخرج الناس وتطالب يعني في تغيير هذا النظام أكيد يعني. الولايات المتحدة. سأنا أقول لك يعني أنا أعطيك الصورة الكاملة. يعني الولايات المتحدة حاليا عندها أكثر من مشروع بما يخص في إيران. تم تدويل المشاريع. المشروع الأول المدول اللي هو قرار مجلس الأمن اليوم، هذا مشروع مدول. إذا اتجهنا باتجاه الأرتيكل رقم 7 اللي هو ممكن أن يتشكل حلف عسكري ضد إيران، هاي رقم 2. رقم 3 الجزيرة الموجودة على مدخل المضيق، على ما أظن أن الولايات المتحدة سوف تسيطر عليها لكي تقطع إمدادات وآخر شريان اقتصاد لإيران. ولا تستطيع إيران تلغيم هذه المنطقة، لأن إذا أرادت أن تلغمها، طبعا هناك إشاعات بالتلغيم، هي تقضي على اقتصادها، لأنه 90% من مصافيها موجودة هناك في تلك المنطقة. فالنقطة الثالثة أو النقطة الأخيرة أنه هل الولايات المتحدة تستطيع حاليا أن تحضر مثلا هذا النظام تفرض عليه شروطها؟ تستطيع، ولكن وجود النظام أصبح عبء حتى على الإيرانيين نفسهم. فسوف تتوقف الحرب عندما يسقط هذا النظام، عندما تسيطر الولايات المتحدة على النفط كامل من منظور دولي، لأنه أضر في الدول العالمية كلياتها من حيث أسعار الطاقة ومن حيث التهديد المستمر لاستخدام هذا المضيق. فسوف تتوقف الحرب بشروط الولايات المتحدة. وأنا أتصور يعني عندما يتوقف خروج آخر صاروخ إيراني من إيران سوف تتوقف الحرب.